الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله إخوتي أحبابي مع اللقاء 28 من نصائح هامة في عالم الطبخ. اليوم عنا أكلة مشهورة في سوريا، هي أكلة الفول. رح أحاول قدر الإمكان إني أقدم بعض النصائح لكيفية تحضير صحن الفول المشهور في سوريا. طبعا بيختلف من بلد لبلد. يعني مصر بتصنعه بطريقة مختلفة، العراق بتصنعه بطريقة مختلفة، بالسعودية، في السودان. راح إن شاء الله في الحلقات القادمة يعني نصنع طبق فول بطريقة البلد اللي يعني خاصة فيه. يعني شلون بيصنعوه في مصر رح نشوف، شلون بيصنعوه بالسودان رح نشوف، وشلون بيساووه بالعراق اللي هو باقلة بالدهنة. في سوريا اولا يعني الحب بيضل مثل ما هو، ما بيطحنوه، بيعيفوه. المشهور في سوريا انه بياكلوا صحن الفول وهو الفول، حباية الفول بتكون يعني مثل ما هي. طبعا بعد ما نقعنا الفول لمدة 12 ساعة بينتقع الفول لمدة 12 ساعة، يعني من 6 ساعات ل 12 ساعة. ليش 12 ساعة؟ حتى ما أكتر كربون فيه، أو هيدرو بقولوا كربون فيه. في البداية الكمية اللي أنا راح أحطها من الفول، يعني إذا أنا عندي كيلو واحد من الفول لازم أحط 4 أضعاف من الماء، يعني أحط 4 كيلو من الماء. إذا كان عندي 100 جرام فول لازم أحط 400 جرام من الماء، لأنه بيشرب مي كتير لحتى ينضج. طريقة تحضيره أو طريقة إني أنا بدي أخليه ينضج وينضج بشكل جيد، هي إني أول شيء أغلي الماء. ونحن قلنا سابقا إني المي لازم تكون مغلية، إذن أول شيء لازم تكون الماء مغلية. أنا بعد ما غليت الماء بجيب الكربون، طبعا قليل من الكربون، يعني الكيلو الواحد من الفول بيحتاج حوالي 50 جرام فقط، أو من 40 لل 50 جرام من الكربون. فأنا هون بحط تقريبا، أنا حسب الكمية اللي أنا وضعها بحط شي حوالي 10 جرامات تقريبا من الكربون على الماء الساخن. إذا أنا ما بضعه على الماء البارد، راح أضعه على الماء الساخن، وراح أشوف شلون راح يعطي يفور بطريقة مثل ما لكم شايفين. راح يفور بهالطريقة هي. هلأ حاليا بعد ما وضعت الكربون فوق الماء الساخن، بعد ما وضعته فوق الماء الساخن، الآن بضع الفول اللي راح أسلقه فيه. بغطيه، طبعا قلت الغطاء لازم يكون محكم الإغلاق، وبعيفه على نار هادئة جدا 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 جدا. يعني ممكن أتركه ساعة، ممكن أتركه ساعتين. أنا براقب الحباية لأنه في اختلاف من مصدر لمصدر كيف بتستوي الحباية بسرعة. بتركه على نار هادئة، ممكن ياخد معي 3 ساعات حتى إذا كان على نار هادئة، طبعا لحتى ينضج. بعد ما ينضج راح نجي للمرحلة الثانية، وهي تحضير مادة الطحينة اللي بتعطي طعم لصحن الفول. طبعا يكون عندي جاهز ثوم، يكون عندي جاهز كمون، فليفلة، سماء، وبكون أنا كمان عصر ليمون وقليل من الملح. طبعا أول شيء هو الميزة اللي أنا يعني باخد صحن الفول بشكل ممتاز، هو تحضير مادة الطحينة. إذا أنا أول شيء سكبت، ممكن أنا أحط، في ناس بتحب طحينة قليلة، في ناس بتحب طحينة كثيرة، حسب ما بيرغب الشخص يعني. وبضع أيضا الزبادي أو اللبن، زبادي أو لبن،
ملعقة واحدة. وهلأ حاليا بصب قليل من حمض الليمون، وبدأ أحركه بهالطريقة هاي حتى يعطيني قوام اللي أنا بدي إياه. طبعا سابقا لما كنا ناخد صحن الفول كنا نوقف عند الفوال، ونفس الطريقة كل واحد يكون معه الصحن، يحط له الليمون ويحط له الطحينة. شوفوا الآن شلون سمكت، برجع بزيدها قليل من حمض الليمون. أساس صحن الفول هو تحضير الطحينة صراحة. شوفوا شلون قوامه بلش. طبعا ما حطيت فقط ليمون ومعلقة زبادي أو لبن والطحينة مثل ما لكم شايفين. شوفوا قوامها شلون صار. ممكن تحتاج قليل كمان من الحمض حتى تاخد قوام جيد. الآن صارت تقريبا جاهزة. هلأ اجى الدور الثاني اللي هو الملح. قليل من الملح. طبعا انا كل لحظة انا بحركها فيها بدوقها، انه في ناس بتحب الملح كتير، في ناس بتحب الملح قليل. هلا المكونات الثلاثة اللي هي الكمون والفلفل الحمراء والسماء اضافة للثوم. الثوم رح اجعله اخر شيء. رح احط قليل من الكمون، قليل من الفلفل الحمراء، وقليل من السماء. كمان احركم تحريكة بسيطة. شوف شلون صار قوامه. الآن بعد ما انتهيت بإمكاني أنا يعني حتى بإصبعتي أدوقه حتى أشعر بحموضته، إنه هل بحاجة لملح، هل بحاجة لليمون أيضا. ولكن أنا هلأ حاليا شايفه صار جيد. الآن صار جيد. بإمكاني هلأ حاليا آخر شيء أسكب أو أحط معلقة وحدة من الثوم المبشور. حركته، طعمته. الآن صار جاهز لتحضير. بجيب صحن الفول عندي جاهز. طبعا سكب الفول راح يكون حب فقط، قليل من الماء الفول، قليل من الماء الفول. يعني أنا بصفيها حتى بحط فقط حب فول. إذن وضعت الفول، ما بدي ماء معه، قليل كتير قليل حب الفول. الآن الطحينة اللي أنا حضرتها راح أسكبها على الوجه. الآن قليل من الماء الفول ممكن أضعه على وجه الصحن. كمون وفليفلة
وثم آخر شيء بيجي عندي زيت الزيتون، وهيك بصير صحن الفول جاهز. وبرمضان ممكن يكون وجبة كتير ممتازة بهالطريقة هاي. أتمنى أن نكون قدمنا نصيحة في شهر رمضان. نلتقي على طاعة الله إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.